فقال أبو معبد رضي الله عنه والظاهر أنه أسلم: قال: صفيه لي يا أم معبد. فبدأت تذكر أوصافه، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل. قالت: وفي عنقه صدع، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحسنه من بعيد، وأحلاه وأجمله من قريب، حلو المنطق فصلا لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه العين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال سمعوا لمقاله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محشود محفود، لا عابس ولا مفند أو مفند. فقال أبو معبد رضي الله عنه: والله إنه لصاحب قريش، ولقد هممت أن أصحبه، ولأفعلن ما وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم سمع بقريش صوت ينشد شعرا، وبعضهم يقول لعل الجنة هي التي أنشدت هذا الشعر، لا يعرف قائله. جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم تروحا، فأفلح من أمسى رفيق محمد، ليهني بني كعب مكان فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصد. فعلم الناس أن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على أم معبد،